معنا من مراكش الدكتور محمد نشطاوي رئيس مركز ابن رشد لدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ما الذي يمثل تنامي دعم أعضاء الكونغرس الأمريكي لهذه المساعي، مساعي تصنيف البوليزاريو منظمة إرهابية؟ بالفعل، فهذه المبادرة أي انضمام النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس مارك فيسي لمشروع الذي قدمه النائب الجمهوري ويلسون، وكذلك النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، يبين بأن هناك تقاطعا في الاهتمام باعتبار حركة البوليزاريو منظمة إرهابية. وبالفعل ليس هناك فقط مشروع واحد، بل هناك مشروعين. هناك المشروع الذي قدمه جو ويلسون تحت رقم HR 4119 باعتباره يروم تصنيف البوليزاريو كحركة إرهابية، وهذا المشروع حصل على دعم بما فيها دعم النائب الديمقراطي فيسي 14 نائبا في الكونغرس الأمريكي. ثم هناك كذلك مشروع قانون في مجلس الشيوخ قدمه السيناتور تيد كروز وتوم كوتون وكذلك ريك سكوت، وهو كذلك يسير في نفس المنوال، وهذا مهم جدا. هناك تعبئة جمهورية ديمقراطية، هناك تعبئة من مجلس الشيوخ وكذلك من الكونغرس، بل أكثر من ذلك كانت هناك دعوة من قبل حتى في بريطانيا من قبل جريدة ديلي تيليغراف باعتبار أن البوليزاريو حركة إرهابية، حركة تروم إلى العمل على زرع غياب الأمن والإرهاب في منطقة الساحل والصحراء. طيب دكتور نشطاوي، كيف ينعكس هذا التطور طبعا المتسارع لأعداد أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المؤيدين طبعا لتصنيف البوليزاريو جماعة إرهابية، كيف ينعكس ذلك على موقفها التفاوضي وأيضا على الجزائر التي ترعاها؟ هناك أولا نقطة إجرائية لابد أن يستكملها هذين المشروعين، وهو أن طلب تصنيف البوليساريو كحركة إرهابية يجب عرضه على المجلسين، وإذا ثبت استيفاؤه للشروط القانونية كما ورد في تلك الوثيقة بأن لها علاقة مع حزب الله وعلاقة مع إيران، وأن لها امتدادات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، فبعد 3 أشهر من دخول حيز التطبيق سيعمل وزير الخارجية الأمريكي على دعم هذا القانون، وأن تكون هناك معايير من أجل تصنيف البوليزاريو كمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي. ثم يمتد كذلك إلى دور وزير الخزانة لكي يقدم تقريرا بإمكانية فرض عقوبات مالية على البوليزاريو وفق القوانين الأمريكية المرتبطة بمكافحة الإرهاب. هذا من جهة. من جهة أخرى سيمثل هذين المشروعان ضغطا قويا على الجزائر والبوليزاريو، وأظن البوليزاريو استفد كل معايير الإرهاب، خصوصا مع العمليات الأخيرة ضد الآمنين والمدنيين. أظن بأن تنديد كل الدول بما فيها الولايات المتحدة والقوى الكبرى بهذا العمل الإرهابي من شأنه كذلك أن يزيد من معايير تكييف البوليزاريو كحركة إرهابية، وسيزيد من ضغوطات المفروض عليها من جهة حتى تتخلى عن اللجوء إلى الإرهاب، وحتى كذلك تدخل في مفاوضات مباشرة ومفاوضات فعالة من أجل تنزيل ما أقره مجلس الأمن في إطار القرار 2797. طيب دكتور نشطاوي، نود أن نفهم معك كيف يمكن لهذه المبادرة أن تتجسد فعليا وأن يصبح هذا المشروع نافذا؟ أظن بأن هذه المشاريع هي لا تكون تصنيفا تلقائيا، بل يظل القرار النهائي بيد وزير الخارجية الأمريكي بعد استكمال كل الإجراءات، وبعد استكمالها فأظن بأنها ستكون سندا قويا لا للولايات المتحدة وكذلك المغرب من أجل الضغط على حركة البوليزاريو كما قلت
للامتثال للقرارات الدولية أهمها القرار 2797، وكذلك للقوانين المرتبطة بوقف إطلاق النار لسنة 1991 بين المغرب وجبهة البوليزاريو. أكثر من ذلك ستصبح البوليزاريو عبئا على الجزائر، لأن الجزائر سيطالها كذلك الاتهام بأنها تأوي حركة ليس فقط انفصالية بل كذلك حركة إرهابية تتعارض مع القوانين الدولية وتعارض القرارات مجلس الأمن الرامية إلى وضع حد نهائي لنزاع عمر طويلا. شكرا لك الدكتور محمد نشطاوي، رئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، كنت معنا مباشرة من مراكش.